السلام عليكم حبايب قلبي تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير وصحة يا شباب. هنحل النهاردة مع بعض بإذن الله تعالى الاسسمنت رقم 2 أو التقييم التاني من وزارة التربية والتعليم في مادة الكيمستري. حبيب قلبي عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، إن إحنا عندنا امتحانات شهر والتقييمات والأداءات المنزلية مهمة جدا. وعشان تحل التقييمات والأداءات المنزلية لازم تتفرج على فيديوهات الشرح بتاعتنا. طب فيديوهات الشرح موجودة فين يا مستر؟ موجود عندنا على الويب سايت اللي هو chemistry_squad.com. تسجل ازاي في الويب سايت؟ كل اللي عليك تدخل على كيمستري سكواد، تعمل ريجست يعني تسجل بياناتك، وهتلاقينا بنتصل بيك يا معلم عشان نفعل لك الاكونت بتاعك باذن الله تعالى. تعالى كده نبدا يا دكتور. واول سؤال عندنا في التقييم بيقول لك most covalent compound don't conduct electricity. ليه اغلب الكوفيلنت ما بيوصلوش electricity؟ عشان يا مستر عندنا كلمه بالعربي احنا قلناها لو تفتكر. عندك ايونز، ايوه عندك ايه؟ عندك كهرباء. طب انا سؤالي ليك هنا، هل الكوفيلنت عندهم اينز؟ لا يا مستر، اغلبهم ما عندهمش اينز، فبالتالي ما بيوصلوش كهرباء. يبقى الاجابه هنا because they exist in a non-ionic form، عشان الكوفيلنت مش موجودين على شكل ايه؟ على شكل حاجه ايونيك. ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لي كربون دايوكسيد از نون بولر. ليه الكربون دايوكسيد يعتبر نون بولر؟ تعالى كده نفكر مع بعض واحده واحده. لما جينا شرحنا الكربون دايوكسيد لو تفتكر في الفيديو بتاع الشرح، كنا بنقول ان الكربون دايوكسيد دي بارشلي نيجاتيف ودي بارشلي بوزيتيف ودي بارشلي نيجاتيف. كنا بنقول ان البوند اللي موجوده هنا تعتبر ايه؟ البوند نفسها تعتبر بولر، بس قلنا ان الموليكيول كله على بعضه نون بولر. طب ليه يا مستر؟ كان عندنا شرط ان الموليكيول يكون بولر. عشان الموليكيول يكون بولر كان لازم حبيب قلب المستر يبقى عامل زي البطاريه. يعني ايه يا مستر يبقى عامل زي البطاريه؟ يعني البطاريه بيكون ليها نهايه بوزيتيف ونهايه نيجاتيف. فاحنا عشان نقول ان الحاجه اللي عندنا بولر فلازم يكون ليها نهايه بوزيتيف ونهايه نيجاتيف. بس هنا انا النهايه دي نيجاتيف والنهايه دي برضه يا مستر نيجاتيف، فنيجاتيف ونيجاتيف ما ينفعش يا مستر، يبقى هكون ايه؟ هكون نون بولر. فالاجابه هنا بتكون او because the shape of the molecule leads to cancel the polar effect of each bond by each other. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده البوند دي بولر والبوند دي كمان بولر، فالبولاريتي اللي هنا بتكنسل البولاريتي اللي هنا، ففي الاخر بتكون نون بولر بسبب ان في نهايه نيجاتيف وفي نهايه نيجاتيف. وطبعا الموضوع ده هنشرحه بالتفصيل في ليسون 2 باذن الله تعالى. بيقول لي using the following elements: A ب 15، B ب 11، C ب 9، ودي ب 6. المفروض انك حافظ الاليمنت من 1 ل 15، فانت المفروض كده عارف ان من 1 ل 20 انت عارف ان A ده كده هيكون فوسفورس، وعارف ان اللي ب 11 ده صوديوم، وعارف ان اللي ب 9 ده فلورين، وعارف ان اللي ب 6 ده مين يا دكتور؟ الكربون. بيقول لي انا which of them can form with hydrogen ionic compound. مين يعمل مع الهيدروجين ايونيك؟ خلينا كده نبص مع بعض. هل الفوسفورس، او تعالى نبدا بالهيدروجين، يعني خلينا ايه نحط الهيدروجين قدامنا ونبدا بيه. الهيدروجين نوعه ايه يا مستر؟ الهيدروجين يا دكتور نوعه نون ميتال. طيب لما اجي اقول لك ان الهيدروجين نون ميتال، فانا عايز اعمل ايونيك بوند. هي الايونيك بوند بتتكون بين ايه مستر؟ الايونيك بوند بتاعتنا بتتكون ما بين النون ميتال والميتال. يبقى كده يا مستر انا محتاج ايه دلوقتي؟ انا محتاج اجيب واحد من اللي فوق يكونوا ايه؟ يكونوا ميتال. طيب من غير ولا حاجه، كله زي الفل. من غير يا دكتور الكترونيك كونفيجريشن ومن غير وجع قلب، تقدر تقول لي هنا مين ممكن يكون ميتال؟ اكيد يا مستر اقدر اقول لك اللي هيكون ميتال هنا هيكون الصوديوم. يعني لا الفوسفورس ميتال ولا الفلورين ميتال ولا الكربون ميتال. يبقى معنى كده ان الميتال الموجود هو الوحيد مين؟ الصوديوم. يبقى يا مستر انا كده هروح اجيب الصوديوم اللي هو هيكون ان ايه 1 بوزيتيف، والهيدروجين مع الصوديوم بيكون 1 نيجاتيف لو تفتكر الترم الاول، فهيطيروا مع بعض. يبقى الايونيك كومباوند اللي عندنا هنا هيكون صوديوم هيدرايد. طب بولار كوفيلنت كومباوند مع الاتش، بص يا مستر احنا قلنا ان السي مع الاتش كلهم نون بولار اللي هم الهيدروكربون، والان دلوقتي او الان ايه مع الاتش عرفنا ان هي ايونيك. باقي البي مع الاتش، وباقي مين يا مستر؟ الاف مع الاتش. بص يا مستر الاف مع الاتش هي احسن بولار بوند، عشان احنا قلنا لو تفتكر في فيديو الشرح برضو احسن بولار بوند موجوده الاتش مع الاف. يبقى البولار كوفيلنت كومباوند اللي ممكن يكون موجود هو هيكون مين؟ الاتش اف.
طب مستر البي مع الاتش، البي مع الاتش هل هي هتكون بولر ولا مش بولر؟ هنا مش مديني معلومات، فانا وانت ما نقدرش نحدد اكشلي هي هتطلع بولر ولا نون بولر، فاحنا هنا مش هنقدر يا مستر، احنا اسفين، احنا هنسيبها لك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the diagram below represent Lewis dot diagram of three different element x وعنده 2 فالنس، يبقى معنى كده ان x ده موجود في جروب 2A عشان عدد الفالنس هو رقم الجروب. y ده عنده كام دوت؟ عنده 5، يبقى معنى كده ده في 5A. الراجل اللي هنا ده عنده كام دوت؟ 7، يبقى الراجل ده في 7A. بيقول لي write the chemical formula of the possible ionic compound. عايز يعمل ionic compound. طب ما 2A ده مستر ميتال، 5A نون ميتال، وكمان 7A نون ميتال، يبقى بالتالي جروب 2A مع 5A تقدر تعمل ايونيك، ومع 7A تقدر تعمل ايونيك. بس هي الفكره كلها انك محتاج تعرف هي الاكس هتخسر كام. ما هي الاكس عندها 2 فالنس يا مستر، يبقى هتكون x2 بوزيتيف. طيب محتاج تعرف الواي تعمل جين لكام. استنى يا مستر، هي الواي عندها كام واحده فالنس؟ عندها 5 صح؟ اهم 1 2 3 4 5، يبقى الخمسه بنعمل عليهم جين لكام عشان نبقى 8 يا مستر؟ 3. يبقى معنى كده ان الواي بتكون 3 نيجاتيف. ادي السيزورز، ادي ال 3 وادي ال 2، يبقى الاكس تحتها 3 والواي يا مستر تحتها 2. ده اول واحد. تاني واحد الاكس مع مين؟ مع الدبليو. نفس الحدوته، الاكس 2 بوزيتيف، الدبليو كام نيجاتيف؟ الدبليو عندها 7 فالنس، هتعمل جين لكام يا مستر؟ تعمل جين لواحد. يبقى يا مستر ادي السيزورز، ادي 1 وادي 2، يبقى معنى كده ان التاني واحد هيكون اكس واي 2. السؤال اللي بعده بيقول لي most covalent compound are characterized by low melting and boiling point، عكس الايونيك. طب ليه يا مستر؟ عشان الاتراكشن فورس كانت ما بين الكوفالنت compounds كانت weak، يبقى due to the weakness of the attractive force between their molecule، يبقى الاتراكشن هنا كانت ضعيفة، فبالتالي الكومباوندز كان عندها low melting and boiling point. بورون تراي فلورايد موليكيول برضه از نون بولر. البورون تراي فلورايد يعتبر نون بولر. ليه يا مستر البورون تراي فلورايد يعتبر نون بولر؟ برضه بنفس الفكره، عشان خاطر الشيب بتاعه because the shape of the molecule leads to cancelling the polar effect. البي اف بيكون منظره بالمنظر ده اهو، ده بارشلي نيجاتيف وبارشلي نيجاتيف وبارشلي نيجاتيف، فكل النهايات نيجاتيف يا مستر، يبقى الراجل ده مش هينفع يكون عندنا بولر عشان كله نيجاتيف والبوزيتيف موجود فين؟ في النص. يبقى نفس الإجابة بتاعت أول سؤال. Which of them can form of hydrogen non-polar covalent؟ نفس الأسئلة تاني بس باختلافها، يعني برضو أنا زي ما أنا فوسفورس، أنا صوديوم، أنا فلورين، وأنا هنا كربون، وده مين؟ الهيدروجين اللي هو نون ميتال. بيقول لي مين يعمل نون بولر مع الهيدروجين؟ مستر احنا لسه كنا بنقول ان السي مع الاتش هي اللي تعمل نون بولر، يبقى السي مع الاتش تمام. والسي دي اخد لي بالك ان هي رمزها دي، يبقى انا هكتب هنا النون بولر هيبقى دي مع مين؟ مع الاتش تمام. covalent compound whose molecule contains 3 bond pair and 1 lone pair. بيقول لي انا عايز بقى covalent compound يكون عنده 3 بوند بير وواحد لون بير، يعني عنده 3 سنجل دوت وعنده 2 عاديين. طب مين ده يا مستر؟ مين اللي ممكن يعمل كده؟ قال لي مش عارف. تعالى نبدأ بأول إيليمنت عندنا اللي هو الإيه أبو 15. لما نعمل إلكترونيك كونفيجريشن للإيه هتلاقي إن أنت بتقول نيون، بعد كده 3s2 3b3، ادي كده 15. فلما اجي ارسم الايه يا مستر هلاقي نفسي حاطط حواليه كام نقطه؟ هلاقي نفسي حاطط حواليه 5 نقط بالمنظر ده. هروح اجيب الاتش هنا عندها نقطه، والاتش هنا عندها نقطه، والاتش هنا عندها نقطه، يبقى انا كده عندي هنا لون بير. وكام بوند بير دول؟ 3 بوند بير. يبقى انا حققت اللي هو بيقوله، يبقى انا كده رسمت حد عنده 3 بوند بير وعنده واحد لون بير، وهو ان انا اجيب الايه مع مين؟ اجيب الايه مع الاتش. فاول الاجابه احنا هنا كاتبين ان ايه مع الاتش، ما ينفعش نكتب الان ايه، لازم نكتب السيمبل، فهنقول البي مع الاتش. وهنا كنا كاتبين الاتش مع الاف، الاف اللي هي اسمها سي، فهنا احنا هنكتب السي مع مين؟ مع الاتش. بيقول لي write the chemical formula of the molecule which contains 10 lone pair of electron and 3 bond pair. عايز حد يعمل 3 بوند بير يبقى عنده 3 سنجل، فاللي عنده 3 سنجل اهو، يبقى انا هجيب كده الواي واحطه في النص عشان الراجل ده يعرف يعمل كام بوند بير؟ 3. حلو. وعنده كام لون بير؟ عنده واحد. انا عايز 10، يبقى انا كده باقي لي كام من ال10؟ 9. طب مستر اعمل ايه؟ هل اصلا اكس عنده لون بير؟ لا، يبقى اكيد انا هستعمل مين؟ الدبليو. فانا هجيب هنا الدبليو بالسنجل بتاعه واحط اللون بيرز بتاعته.
وهجيب هنا الدبليو بالسنجل بتاعه واحط اللون بيرز بتاعته، وهجيب هنا الدبليو بالسنجل بتاعته واحط اللون بيرز برضه يا مستر زي ما سعادتك شايف بالظبط كده. فتعالى نعد كده، ادي بوند بير، ادي التاني، ادي التالت، يبقى 3 بوند بير حققتهم. تعالى نعد اللون بير. هنا كان في واحد، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى يا مستر ادي الفورمولا بتاعتنا ان هي هتكون واي دبليو 3. الراجل ده هو رسمته اللي بتجيب لنا 10 لون بير و3 بوند بير، ودي هي الاجابه مش دي. هيدروجين كلورايد موليكيول از بولر. ليه ال HCl يعتبر بولر؟ عشان الديفرنس يا مستر في الالكترونيجاتيفيتي معدي ال 0.4 لحد ال 1.7، والديفرنس كان عنده ب 0.9. مش بس كده، شرط ان انا اكون بولر موليكيول لازم يكون عندي اند بارشلي بوزيتيف واند بارشلي نيجاتيف، وده فعلا بيحصل في ال HCl ان دي بارشلي بوزيتيف والسي ال بارشلي نيجاتيف، يبقى عنده ان اند with partially positive واند الناحيه الثانيه partially negative. Ammonia gas dissolve in water to a greater extent than carbon dioxide gas. ليه ال NH3 بتدوب في الميه احسن من الكربون دايوكسيد؟ معلش يا مستر، هي الميه دي تعتبر ايه؟ بولر. فلما اجي اقول لك ليه ده بيدوب احسن من ده، عشان يا مستر الامونيا مور بولر ذان الكربون دايوكسيد. يبقى لما اقول لك ليه ده بيدوب في الميه احسن، فهو بيدوب في الميه احسن عشان هو مور بولر، البولاريتي عنده اعلى. using the following element برضو with hydrogen، وعايز يعمل برضو نفس الحدوته، ده برضو فوسفورس وده برضو صوديوم وده برضو فلورين وده برضو يا مستر كربون. عايز يعمل covalent compound whose molecule contains 3 lone pair and 1 bond pair، 3 lone pair و1 bond pair. طيب يا مستر تعال نشوف مين اللي عنده 3 لون بير اصلا. احنا من شويه لما رسمنا الايه اللي هو كان الفوسفورس كان بالمنظر ده، كان عنده ايه؟ كان عنده يا مستر واحد لون بير وعنده 3 بون بير. لا انا عايز العكس دلوقتي. طب الصوديوم يا مستر لما نكتب الالكترونيك كونفيجريشن بينتهي ب 3s1 فعنده واحده بس. الفلورين بقى احنا مش هنكتب صوديوم، احنا هنكتب بي، معلش اهو. الفلورين اللي هو رمزه سي لما بنكتب له الكترونيك كونفيجريشن بينتهي ب 2s2 و2b5، يعني عنده 7. ف1 2 3 4 5 6 7. يبقى السي ده يا مستر عنده كام لون بير؟ 3. يبقى السي هو اللي هيشتغل معايا. يبقى انا هجيب السي اهو، ادي الثلاثه لون بيرز بتاعته، وهجيب له من هنا الاتش بالدوت بتاعتها، يبقى ادي واحده بوند بير فعلا وثلاثه لون بير. يبقى انا يا مستر الاتش مع السي هي اللي بتحقق الطلب اللي انت عايزه. covalent compound whose molecule contains 4 bond pairs، يعني مفيش لون بير. طب مستر ده عنده لون بير وده عنده لون بير وده عنده لون بير، تعالى نرسم اخر واحد بقى اللي هو الدي. الدي اللي هو الكربون عنده يا مستر 2s2 او الالكترونيك كونفيجريشن 2s2 2b2، يعني عدد الفالنس 4. ادي يا مستر الاربعه، يبقى الراجل ده فعلا مع الهيدروجين هيعمل 4 بوند بير. تعالى كده نبص، ادي الدي اهو، لما اجيب له هنا اتش واجيب له هنا اتش واجيب له هنا برضو اتش واجيب له هنا اتش، يبقى كده انا عملت كام بوند بير؟ 4. يبقى انا كده يا مستر الدي مع الاتش هما اللي يعملوا لي 4 بوند بير. السؤال الاخير اللي موجود عندنا نفس برضو السؤال اللي احنا حليناه، يعني السؤال ده متكرر بالظبط، عايز 10 لون بير وعايز 3 بوند بير، فهي نفس الحدوته الواي دبليو 3. وبكده حبيب قلبي نكون خلصنا مع بعض الاسسمنت الثاني لوزاره التربيه والتعليم في ماده الكيمستري. نتقابل في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، مع السلامه.